إخواتي خلوني أحكي لكم حاجة حصلت معايا. اللي حصل كان كده: في ست أرملة جات لي وبدأت تحكي لي عن حياتها مع جوزها اللي مات. كانت بتعاني كتير عارفين، وسألتني سؤال: يا كسيس، إزاي هيكون موضوع الجواز في السماء؟ لأن لو هضطر أفضل متجوزة الراجل ده. يا كسيس بالله عليك، أنا مش عايز أروح السماء خالص. وقعدت أفكر في السؤال ده. صح. طبعا أنا رديت عليها حسب الكتاب المقدس مش حسب رأيي أنا، بس كمان جالي في بالي أسئلة تانية عايز أوضحها. كل ده ليك. هنا النهاردة في الفيديو ده هتندهش لما تشوف قد إيه الكتاب المقدس كلمة ربنا حديثة وليها إجابة على كل حاجة بنسأل عنها. وكمان من 2000 سنة فاتوا سألوا نفس السؤال ده ليسوع، ويسوع رد بإجابة مدهشة ومفاجأة، وده هشرحه هنا كمان. دلوقتي تخيل الحالة التانية هنا. تخيل إن في واحدة ست قابلت راجل من رجال ربنا، راجل كان فعلا ماشي في طرق الرب، راجل كان عايش حسب الكلمة، وفجأة للأسف اتعب ومات. وقتها الست دي اتعذبت كتير لأنها كانت عايشة معاه سنين في سعادة، لكن مع الوقت الألم قل، وفهمت إن كل حاجة تحت سيطرة ربنا، وقررت تفتح قلبها من جديد لحد تاني. اتعرفت على حب جديد، راجل مؤمن برضه، راجل من الكنيسة، وكان بيدور على ربنا، لكن هو كمان توفى. ولما الست دي تسيب الدنيا، تخيلها وهي بتوصل هناك وتلاقي الاتنين دول قدامها. يا ترى اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ هيعيشوا مع بعض ازاي هناك؟ هيكون فيه غيرة؟ هيكون فيه الجو المحرج ده؟ عارف؟ يا ترى هتفضل متجوزة الأولاني ولا التاني ولا واحد فيهم؟ فعلا في أسئلة كتير، وأنا هوضح لك كل حاجة هنا بأبسط طريقة ممكنة وبأسهل أسلوب عشان تخرج من هنا النهاردة وانت فاهم كل حاجة. أمين؟ لو بتحب المحتوى زي ده، لو بتحب تتعلم من الكتاب المقدس بأبسط طريقة ممكنة، ولو عايز تنمو روحيا وتستقبل صلوات أنا هعملها هنا كل يوم، يبقى اشترك في قناتي. ماشي؟ يلا بينا نبدأ. إخواتي، أنا عارف إن السؤال ده أكيد جه في بالك قبل كده، بس يمكن ما كنتش عندك الجرأة تسأل، أو ما كانش في حد يجاوبك على السؤال ده. بالظبط، أنا عايز أبدأ وأتكلم عن السؤال ده اللي بعض الناس كان عندهم وقت يسوع. خليني أشرح لك الأول مين اللي سأل السؤال ده، وساعتها هتفهم هما كانوا عايزين يوصلوا لإيه. في الوقت ده كان في مجموعة دينية وسياسية كمان، وكانت قوية جدا، اسمهم الصدوقيين، افتكر الاسم ده. وهم كانوا بيشكلوا قيادة أورشليم، كانوا رجال عندهم ثروة كبيرة وحاجات مادية كتير، وكان ليهم تأثير كبير في المجتمع كمان. بس كانوا بيفكروا بطريقة معينة. هم ما كانوش بيؤمنوا إن الموتى هيقوموا من الموت، وكمان ما كانوش بيؤمنوا بالملائكة ولا بالعالم الروحي. فبما إنهم كانوا شايفين إن حياتنا مقتصرة بس على الأرض دي ومفيش حياة بعد الموت، الصدوقيين حضروا فخ علشان يمسكوا يسوع ويبينوا إنه مش عنده معرفة بالكتب المقدسة. فراحوا للكتاب المقدس واختاروا مقطع موجود في سفر التثنية الإصحاح 25 من الآية 6 للآية 10، اللي بيقول إنه لو راجل مات من غير ما يخلف أولاد، أخوه لازم يتجوز الأرملة بس علشان يكمل نسل العيلة ويحمي العيلة. وبعدين جابوا سؤال ليسوع، قالوا له كده: تخيل إن 7 إخوات اتجوزوا نفس الست، واحد ورا التاني، وكلهم ماتوا من غير ما يخلفوا، وفي الآخر الست دي ماتت. وسألوه كده: يا يسوع، في القيامة الست دي هتبقى مرات مين من ال7 رجالة دول بما إن كلهم اتجوزوها؟ هم كانوا فاكرين إنهم حصروا ابن الله، فاهم؟ لأن لو يسوع قال إنها هتكون مرات الأولاني يبقى كده ظلم الباقيين، صح؟ ولو قال إنها هتكون مرات آخر واحد يبقى كده ضيع حق الأولانيين. ولو اختار كل الرجالة يبقى يسوع كده بيوافق على الخطيئة، لأنها هتكون متجوزة 7 رجالة. فهم كانوا فاكرين إن يسوع هيقع في الفخ ده. بس شوف الرد اللي قاله. هقرأ لك متى الإصحاح 22 الآية 29 و30، مكتوب كده: يسوع رد وقال: خطأكم إنكم مش عارفين الكتب ولا قوة الله، لأن في القيامة الناس مش هيتجوزوا ولا حد هيجوزوا، هيبقوا زي الملائكة في السماء. شوفوا كده إخواتي، حاجة ملفتة فعلا. رد يسوع ده كان واضح جدا، وهو كده أنهى الفخ اللي كانوا عاملينه ضده.
لأن يسوع وضح إنهم غلطانين لسببين. أولاً لأنهم ما كانوش يعرفوا الكتاب المقدس كويس، وثانياً لأنهم كانوا بيحاولوا يحطوا حدود لقدرة ربنا باستخدام منطق الدنيا دي. على فكرة يا أخواتي، أنا مؤمن إن في ناس كتير عندهم فكرة غلط عن السماء، لأنهم متخيلين السماء كأنها استمرار لحياتنا وروتيننا هنا على الأرض، وإن الحاجة الوحيدة اللي مش هتكون موجودة هي الأمراض، ومش هيكون في موت ولا معاناة. بس يا إخواتي، أنا عايز أوضح حاجة مهمة هنا. السماء مش نسخة من الأرض. الأبدية بتشتغل بقوانين روحية أعلى بكتير. يعني مثلا الجواز هو إيه؟ هو اتحاد ربنا باركه، بس هو معمول بس للحياة الأرضية دي، وليه وقت معين بينتهي فيه، وهو اللحظة اللي فيها الشخص بيموت. ماشي؟ والرسول بولس بعد كده شرح الموضوع ده في رسالته للرومان بطريقة بسيطة جدا، عشان ما يسيبش أي شك في قلوبنا عن إزاي رباط الجواز بينتهي ببساطة في نهاية حياتنا. هقرأ لك، ركز معايا كويس. رسالة روميا الإصحاح 7 الآية 2-3. هو قال كده: لما الست تتجوز، الشريعة بتربطها بجوزها طول ما هو عايش، لكن لو هو مات هي بتبقى حرة من شريعة الجواز. فلو اتجوزت راجل تاني وجوزها لسه عايش، هيتقال عليها زانية. لكن لو جوزها مات، هي بتبقى حرة من الشريعة دي، ومش هتكون زانية لو اتجوزت تاني. بصوا هنا يا اخوات، هنا الرسول بولس بيقول إن الموت بيفرق بين الزوجين، يعني الرباط اللي كان بينك وبين الشخص ده بينتهي قدام ربنا. بس قبل ما أكمل، عايز أفتح قوس بسرعة هنا، لأني عارف إن في اللحظة دي ناس كتير بتتلخبط. أنا عارف إن موضوع الفيديو ده مش عن مناقشة إمتى الشخص ممكن ينفصل أو يتجوز، وفي أي حالات ممكن يتجوز تاني. بس لازم أوضح حاجة عشان محدش يفهم الآية دي بطريقة غلط. لما الرسول بولس بيقول إن الست مرتبطة بجوزها طول ما هو عايش، هو مش بيحاول هنا يشرح كل الحالات اللي ممكن تحصل جوه الجواز، هو بس بيستخدم الجواز كمثال عشان يوضح إن الموت بينهي العلاقة. والكتاب المقدس نفسه اتكلم عن الموضوع ده في أماكن تانية. يسوع علم مثلا إنه في حالة الخيانة الجنسية أو الزنا، في الحالة دي الشخص يقدر ينفصل. وبولس كمان قال إن الشخص اللي شريكه في الجواز سابه مش بيبقى مربوط بالالتزام ده تاني. وفي كمان حالات أصعب، صح؟ زي حالة العنف الجسدي، أو لما الشخص بيكون حياته في خطر. يعني في الحالة دي محدش لازم يفتكر إن ربنا بيطلب من الشخص يفضل في البيت وهو بيتعرض للضرب أو حياته في خطر. بالعكس، لازم يقدر ولازم يبلغ عن الزوج ده، أو الزوج يبلغ عن مرته للشرطة. فاهم؟ دي حالة خطيرة والشخص حياته فعلا في خطر. يعني ما ينفعش ناخد الآيتين دول بس من رسالة بولس للرومانيين ونستخدمهم عشان ندين كل الناس اللي مروا بتجربة الطلاق أو اللي بدأوا حياتهم من جديد. كل حالة لازم تدرس كويس يا أخواتي وبعناية شديدة وعلى ضوء الكتاب المقدس. وأنا مش هدخل في الموضوع ده أكتر من كده النهاردة عشان ده مش موضوع الفيديو. اللي محتاجين نفهمه هنا إن بولس بيورينا إن الموت بينهي تماما رابطة الجواز ده. عشان كده لما واحدة بتترمل وبعد كده بتتجوز تاني، هي مش بتخون الشخص ده ومش بتكون غير وفية للشخص اللي توفى. ماشي؟ بس هنا بيجي السؤال اللي ناس كتير بتسأله، صح؟ يائس، لو الجواز بينتهي بالموت، يعني كده أنا مش هعرف جوزي أو مراتي في السماء؟ يعني كده العلاقة اللي عشناها سوا سواء كانت كويسة أو وحشة هتتمسح من ذاكرتنا كده وخلاص؟ يا إخواتي، أكيد لأ. ربنا مش إله النسيان، ربنا هو إله التاريخ، إله الترميم. والكتاب المقدس بيقدم لنا أدلة واضحة جدا على كده، إننا في الأبدية هنعرف بعض فعلا. أمين؟ فكر مثلا في جبل التجلي. الكتاب المقدس بيقول لما يسوع طلع الجبل مع بطرس ويعقوب ويوحنا، ظهر هناك مين؟ موسى وإيليا كانوا بيكلموا معاه. ولازم نفتكر إن موسى كان مات من أكتر من 1400 سنة، وإيليا كانت خطف للسماء من قرون طويلة قبل كده. وبرغم كده التلاميذ عرفوهم يعني هوية كل واحد ما اتدمرتش في الأبدية. في الحقيقة هم اتمجدوا، لكن فضلوا نفس الأشخاص وتعرفوا على بعض. مثال تاني، لما داود فقد ابنه الصغير اللي جابه من بتشبع، الولد مات وداود صام، بس لما الطفل مات عمل إيه؟ غسل نفسه وعبد ربنا وقال جملة ما تتنسيش:
أنا هروح له بس هو مش هيرجع لي. إيه اللي داود كان يقصده بكده يا إخواتي؟ كان عايز يوضح إنه كان عنده يقين تام إنه في يوم من الأيام هيتقابل مع ابنه في الأبدية وهيعرف بالظبط مين هو. يا إخواتي ده شيء رائع، ده ليه علاقة كبيرة بقلب ربنا بتاعنا. فاعرف كده في السماء هتعرف أبوك، أمك، أولادك، وأيوه هتعرف الشخص اللي شاركته في الجواز هنا على الأرض. أنا عندي يقين كامل حسب كل اللي قريته في الكتاب المقدس إنك هتفتكروا المعارك اللي انتوا كسبتوها مع بعض، والصلوات اللي ركعتوا فيها سوا في الأوضة، ولحظات الفرح. يعني قصتك مش هتتمسح. بس هنا يا إخواتي هو السر اللي أغلب الناس عمرهم ما فهموه. هتعرف الشخص ده، بس طبيعة علاقتكم مش هتكون علاقة زوج وزوجة، لأنها هتكون أحسن بكتير وأعلى بكتير. أمين؟ هتكونوا زي إخوات في الإيمان. انتوا اتغسلتوا واتفديتوا بدم يسوع، ودلوقتي عندكم أجساد ممجدة وهتعيشوا في شركة كاملة ومثالية. وكمان حاجة تانية، في السماء مفيش مكان للغيرة ولا للزعل ولا لذكريات وحشة ولا أي حاجة تسبب لك ألم، لأن محبة ربنا هتملأ قلوبنا، مجده هيكون علينا طول الوقت وجوانا كمان. فكر ليه الجواز موجود هنا على الأرض؟ ربنا خلق الجواز لثلاث أسباب رئيسية يا إخواتي. أول سبب هو الصحبة، صح؟ لمواجهة الوحدة. الشخص اللي كان قبل كده حاسس بالوحدة ربنا بيكرمه، ربنا ممكن يحط حد من عنده في طريق الشخص ده. ولما ربنا خلق حواء لآدم عمل كده بعد ما قال مش كويس إن الإنسان يكون لوحده، فده أول سبب، صح، إن ربنا خلق الجواز. السبب التاني هو الإنجاب، عشان الزوجين يكملوا البشرية. وسبب كمان هو إنه الزوجين يكونوا محميين أخلاقيا. يا أخي لاحظت إن لما الشخص يكون متجوز بيكون عنده حماية أكتر عشان بيساعد التاني وعنده التزام مع التاني، ولما بياخدوا الموضوع بجدية ولما فعلا عايزين يطيعوا كلمة ربنا بيقدروا يتغلبوا أكتر على الإغراءات. وطبعا الأعزب كمان يقدر يمشي مع ربنا، بس في الجواز ده بيساعد جدا. صح. فأنت لازم تفهم إن في السماء مش هيبقى فيه وحدة تاني، عشان إحنا هنكون غرقانين تماما في وجود ربنا. وكمان مش هيبقى فيه ولادة أطفال تاني، عشان عدد الناس اللي هيخلصوا هيكون اكتمل تماما. وكمان مش هيبقى فيه تجربة تاني، مش هيبقى فيه خطية تاني، عشان جسمنا هيتحول لجسم غير قابل للفساد. الحب اللي احنا عرفناه هنا على الأرض مهما كان جميل لسه حب محدود. كتير أوقات صح مليان غيرة، وكتير أوقات بيبقى فيه إحساس بالامتلاك. كام من الأزواج مرتبطين ببعض قوي عشان مش واثقين في بعض، أو ببساطة بيعتمدوا على بعض. فعايزك تعرف إنه في الحالة اللي حكيت لكم عنها دي، الست اللي كان عندها زوجين والاتنين ماتوا، لما يكونوا في الجنة الزوج الأول والزوج التاني مش هيبصوا لبعض كمنافسين، بالعكس هيحضنوا بعض زي الإخوات، لأنهم خلاص اتغيروا بفعل ربنا. والزوجة كمان مش هتضطر تختار بين ده أو ده، لأنه ولا واحد فيهم هيبقى ملكها، وهي كمان مش هتبقى ملك لأي واحد فيهم، كلهم هيبقوا ملك للمسيح. آمين. وأنا مش عارف إذا كنت تعرف، بس الجواز اللي عندنا هنا على الأرض هو في الحقيقة مجرد ظل لحاجة أعظم. كأن الجواز هنا بيمثل الجواز الغير مرئي بين يسوع وكنيسته. والرسول بولس قال كده في رسالة أفسس، إن الزوج لازم يحب مراته زي ما المسيح حب الكنيسة. وده مش هيبقى ضروري بعد كده، لأن العريس اللي هو يسوع هو هيكون واقف قدامنا، وكنيسته هتكون عروسته الأبدية. أمين. وخد بالكم يا إخواتي، في نقطة يسوع قالها، إننا هنكون زي ملايكة السماء. فخلي بالك كويس، لأن يسوع ما قالش إننا هنتحول لملايكة. يا إخواتي، الإنسان مش بيتحول لملاك لما يموت. الملايكة هم فئة من الكائنات اللي ربنا خلقها وليهم طبيعة مختلفة عننا. إحنا هنكون بشر ممجدين. وإيه اللي كان يقصده يسوع لما قال إننا هنكون زي الملايكة؟ قصده إن الملايكة ما بيتجوزوش، هم ما بيتكثروش، وعايشين طول الوقت 24 ساعة بس علشان يعبدوا ويخدموا ربنا في انسجام كامل. وفي كمان نقطة تانية قليل اللي بيتكلموا عنها، بس لما الكتاب المقدس بيتكلم عن التحول هي بتورينا إن جسمنا الممجد هيبقى شبه جسم يسوع بعد ما قام من الموت. فاكر لما يسوع كان قام
وظهر للتلاميذ. أيوة. أكل معاهم وكان بيتكلم معاهم ومشى معاهم. يسوع كان عنده علامات المسامير صح. في جسمه. وما كانش عنده نفس القيود بتاعة المادة اللي عندنا هنا على الأرض. يعني مثلا يسوع عدى من الحيطة لما دخل المكان اللي كان فيه التلاميذ، فاهم؟ فبرضه كده هيكون جسمنا الممجد. أنا متخيل إننا هنتنقل في لحظة من مكان لمكان. ومتهيالي إن السماء مش زي ما احنا متخيلين خالص. مش هتكون حاجة مملة. مش هيكون حاجة مملة أو متعبة. مش هتقعد هناك باللبس الأبيض ومعاك جناحات وبتعزف على الهارب طول اليوم خالص، مش كده؟ انت هتشتغل، انت هتعمل حاجات في يومك هتديك رضا وسعادة كبيرة. لأن المعاناة اللي احنا بنشوفها النهاردة في الشغل دي جات بعد الخطيئة. لكن لما كان آدم عايش في الجنة، في جنة عدن، كان الموضوع ممتع جدا. وكمان كلمة جنة عدن معناها جنة المتعة، يعني هيكون شيء رائع أكيد. وعشان كده لو انتي أرمل أو انتي أرملة، لو ربنا حط حد في طريقك، لو لقيت شخص كويس، شخص بيحب ربنا، حبه من كل قلبك. عيش جوازك بإخلاص، ماشي؟ بفرحة كبيرة، من غير أي إحساس بالذنب. انت اللي فقدت حد، تقدر تكرم ذكرى اللي راح، بس عيش يومك النهاردة كأنه آخر يوم، كأن يسوع هيرجع النهاردة. أمين؟ اعمل اللي تقدر عليه، عيش مع ربنا، اسلك مع الرب. لأن يمكن السؤال الأهم مش هو ده هكون مع مين في السماء، لكن السؤال الأكثر إلحاح هو يا ترى فعلا إحنا هنوصل السماء؟ يا إخواتي، الخلاص مش بأعمالنا، مش عشان إحنا أذكياء أو عندنا قلب طيب. مفيش حاجة من دي. كلنا خطاة، كلنا كنا نستحق الدينونة، وكنا ماشيين في طريقنا لجهنم. لكن يسوع أخذ مكاننا، هو تحمل العقاب اللي إحنا كنا نستحقه، والنهاردة هو بيعرض علينا الغفران والنعمة والرحمة. ما تقعدش تفكر إذا كان قريبك أو جوزك السابق أو مراتك السابقة راحوا السماء ولا لأ، أو إزاي هيكون هناك. ما تعلقش بحاجات حتى ربنا نفسه ما كشفش عنها كل حاجة. أمين؟ لكن اهتم بحياتك الروحية النهاردة. لو موت النهاردة، جاوبني أو جاوب نفسك، أنت متأكد 100% روحك هتقضي الأبدية فين؟ لأن لو قلبك وقف النهاردة، هتفتح عينيك قدام مجد ربنا، ولا هتصحى في مكان أنت مش عايزه، في الضلمة، في الانفصال الأبدي عن ربنا. يا إخواتي، ما تأجلش موضوع الخلاص لبكرة، لأن محدش عارف بكرة فيه إيه. وقت التوبة هو النهاردة. سلم قلبك ليسوع وقوله: يا يسوع، أنا بقبلك كربي ومخلصي، أنا بتوب عن كل ذنوبي، اكتب اسمي في سفر الحياة. آمين يا إخواتي. يا رب يعمل عمل جميل في قلبك، وبتمنى أكون جاوبت على السؤال اللي كان عندك وحليت لك المشكلة. وتابعني هنا على القناة، هسيب لك هنا على الشاشة فيديو تاني مهم جدا، أنا مؤمن إنه هيتكلم لقلبك. ماشي؟ ربنا يباركك، ببعت لك حضن كبير.